في أول الفيلم بنشوف ولد اسمه ماتايا واقف خايف في المترو، حاسس إنه وقع في متاهة. كل ما يعدي مخرج رقم 8 يرجع لنفس المكان. كل مرة يشوف راجل بيعدي من قدامه من غير ما يتكلم. ماتايا كان عايز يسأله الطريق، بس لما لف وراه لقى الراجل واقف وراه بالظبط بيبتسم بطريقة غريبة، كأنه قرأ أفكاره. ماتايا خاف قوي، ما سألش حاجة وجري قدام. وقعت عينه على لوحة مكتوب عليها مخرج 0، بس اللوحة اللي فوقها مكتوب عليها مخرج 8. حس إن ده غريب. مرة واتنين و100 مرة كان يدور على مخرج. كل طريق كان الأبواب فيه زي الديكور. فضل يتمشى في المتاهة دي كتير. حاول يتصل بالطوارئ، بس كل أجهزة الإنذار مش شغالة، والتليفون بتاعه مفيش فيه شبكة. وقف هناك، بص كويس على صورة على الحيطة فيها نمل وقع في حلقة وبيحاول يوصل لمكان معين زيه، بس الحلقة دي ملهاش مكان وماتايا معرفش يوصل. الصورة دي خلت ماتايا يتأكد إنه وقع في حلقة زيها وهيبقى محبوس فيها. وهو بيفكر في كل ده، فجأة من اللوحة اللي مكتوب عليها مخرج 8 دم بدأ ينزل منها على وشه. خاف قوي، بدل ما يجري قدام جري وراه. اكتشف حاجة كبيرة اختلفت. اللوحة اللي كان مكتوب عليها مخرج 0 دلوقتي مكتوب عليها مخرج 1، بس كل حاجة تانية زي ما هي. على اللوحة دي كمان كانت مكتوبة إرشادات، منها خلي بالك لو شفت أي حاجة مختلفة أو مش طبيعية ارجع بسرعة، ولو ما شفتش حاجة كمل ناحية مخرج 8. ماتايا فهم إن نزول الدم كان حاجة غير طبيعية، جري ورا، عشان كده عدى من 0 ل1. الفكرة دي اديته أمل إنه ممكن يخرج قريب. كمل تاني ناحية مخرج 8، ما شافش أي تغيير، ففضل ماشي قدام. ولما وصل للوح التاني أخيرا لقى مكتوب 1، يعني إن توقعه كان صح، مفيش حاجة اختلفت. وعدى المستوى الأول. للمستوى التاني عارف إنه لازم يعدي تاني ويشوف الفرق. قدام لما طلع التليفون عشان يشوف الصور ويدور على التغيير، لقى كل الصور بقت مش باينة فيها حاجة. دلوقتي فهم إنه لازم يستخدم عقله بس عشان يكسب اللعبة. وهو بيفكر كده شاف الراجل اللي دايما بيعدي تحت لوحة مخرج 8 واقف هناك. على طول فهم إن ده التغيير. على طول جري ناحية الباب الوراني، لكن المقلق إن الراجل بدأ يطارده من غير ما يمشي. كل ما ماتايا يلف وراه يلاقيه وراه بالظبط. ماتايا وقع من الخوف. لما قام لقى نفسه عند لوحة مخرج 0 أخيرا مكتوب عليها 2، والراجل مش وراه، يعني عدى مستوى تاني. بعد ما عدى مستويين ثقته زادت. بثقة بدأ يتذكر كل حاجة ويدور على التغيير. وهو ماشي في المتاهة سمع صوت طفل بيعيط جوه خزانة. خاف، فتح الخزانة واتخض من المنظر جوه. ما ظهرهوش، بس ماتايا جري وراه من الخوف. كده عدى المستوى الثالث. كمان لوحة مخرج 0 بقت مكتوب عليها مخرج 3. فكر إنه فاضل 5 مستويات بس، وبعدها هيوصل للممر ويخرج من الكابوس ده. راح تاني ناحية مخرج 8 وبدأ يدقق في كل حاجة. المرة دي حس إن حد بيبص عليه وهو ماشي. بص على الصورة، لقى الناس اللي فيها بتتفرج عليه وعيونهم بتلف. لاحظ الحاجة دي وجري ورا بسرعة، وأخيرا لوحة مخرج 0 اتغيرت لمخرج 4، يعني عدى 4 مستويات. فرح جدا، كسب نص اللعبة. كان مبسوط إنه قرب، بس خايف يغلط ويرجع للصفر. بدأ يمشي ناحية مخرج 8. لسه ماشي في الممر تليفونه رن، صاحبته بتكلمه. ماتايا استغرب، هم قرروا يبعدوا عن بعض من كام يوم. لما رد عرف إنه هيبقى أب. البنت سابت القرار ليه. لو ماتايا عايز الطفل البنت مستعدة ترجع له. لما سمع كده قلبه بدأ يوجعه. افتكر موقف من كام يوم وهو في الأتوبيس، طفل بيعيط وراجل زعق فيه وفي أمه. عايز يدافع عنهم، بس ما كانش عنده شجاعة يقول حاجة. إزاي يتحمل مسؤولية ولده؟ في اللحظة دي حس بالحيرة. قفل الخط على طول. بمجرد ما قفل، اللوحة اللي كانت مكتوب عليها 4 رجعت 0. غلط غلطة كبيرة. كان عارف إن مفيش شبكة في المتاهة. المكالمة من صاحبته كانت التغيير، وهو ما فوتش ورجع للوح. المكان اللي وصل له راح وفضل عليه، رجع للصفر. لازم يلعب اللعبة كلها من الأول. ماتايا اتضايق قوي وقعد يصرخ بصوت عالي، محتاج يعدي المتاهة، بس ما بقاش عنده دافع. مشي بخطوات تقيلة
لكن ما شافش أي حاجة غريبة. لما لف في الممر شاف ولد واقف، جري على طول ناحية المخرج الوراني، بس لقى اللوحة لسه مكتوب عليها 0. يعني الولد مش حاجة غريبة، الولد واقع في المتاهة زيه وبيحاول يخرج برضه. ماتايا شاف الراجل اللي بيمر قدامه بالبدلة والجزمة برضه. في اللحظة دي ماتايا فهم إن الراجل ده برضه مش جزء من المتاهة، لكنه واقع فيها زيه زي ماتايا والولد. كان بيدور على مخرج برضه. اتفرجنا إن الراجل بالبدلة والجزمة والولد كانوا بيلعبوا سوا زمان. شافوا بنت في المتاهة كتير، مش زي باقي اللي بيحاولوا يخرجوا. الراجل سألها ليه مش بتحاول تخرج؟ ردت: كل يوم الناس بتزقني في الأتوبيس، بروح الشغل. الدنيا صعبة، مش عايز أرجع للحياة الصعبة دي، مرتاحة في المتاهة. وهي بتتكلم صوتها ابتدى يتغير ببطء، بدأت تكرر نفس الجملة كل مرة. لما صوتها تقل وتحول لصوت راجل، فهم الراجل إن دي حاجة غريبة. جري على طول مع الولد للوح الوراني. طلع ليهم رقم 6 على اللوحة، يعني هم قربوا جدا من الفوز. لفوا المتاهة كلها تاني، بيحاولوا يشوفوا إيه اللي اختلف. شافوا البنت اللي كانت معاهم بتعدي تاني، بس ما كلمتهاش. الولد لاحظ إن مقابض الأبواب مركبة بطريقة غريبة. حاول يقول للراجل الكبير، بس الراجل ما صدقش وراح قدام. كده ضيع وقت. غلطة صغيرة خلت اللعبة كلها ترجع لورا، واللوحة رجعت للصفر، يعني خسر وهيبقى يبدأ من الأول. الراجل الكبير انهار، تعبان، صرخ برضه، بس لازم يخرج من هنا. جهز نفسه يلعب تاني. مسك ايد الولد ومشى في المتاهة. المرة دي شاف طريق على السلم. فرح جدا، عايز يطلع السلم، لكن الولد فضل يقوله إن دي لعبة وإن دي حاجة غريبة والقاعدة ترجع لورا. بس الراجل الكبير ما سمعش وطلع السلم واتحبس في المتاهة. الولد اللي راح للوح شاف إن اللوحة بقت مكتوب عليها 1 بدل 0، يعني الولد كان صح. السلم ده كان حاجة غريبة، مفيش مخرج. الولد عرف إن الراجل الكبير هيفضل محبوس هناك للأبد. القصة رجعت لماتايا. شاف الولد. ماتايا فهم إن الولد والراجل كانوا بيلعبوا سوا زمان. لما شاف الولد لوحده عرف إن الراجل سابه. حزن عليه. الولد بقى صاحب ماتايا. ماتايا اكتشف إن الولد ذكي جدا، بيلاحظ أصغر حاجة. باستخدام ذكاء الولد عدوا المستوى الأول والتاني، وهم ماشيين عشان يعدوا المستوى الثالث فجأة نور المتاهة بدأ يطفي ويشغل. مع صوت عياط عيال بدأت أصوات فيران بتتكلم بطريقة غريبة. ماتايا شغل نور التليفون، شاف الراجل واقف بشكل غريب. ماتايا خاف، جري ورا وهو ماسك إيد الولد وعرف إنه عدى مستوى تاني. كل اللي حصل كان مجرد اختبار ليهم. في الجولة اللي بعدها 6 ظهرت قدامهم. ماتايا فهم إن الست دي حاجة غريبة، لازم يرجعوا ورا. لكن الولد بدأ يعيط ويروح ناحيتها. الولد تأثر قوي. ماتايا حمله وجري ورا. كده عدوا مستوى تاني. بعد ما عدوا المستوى ونص اللعبة، ماتايا ما كانش مبسوط. بقى قلقان على الولد اللي بعيد عن أمه. زعل عليه، مسك إيده بقوة ووعد نفسه إنه يرجع الولد لأمه. المرة الجاية وهم ماشيين في المتاهة ما شافوش أي تغيير، بس الولد لاحظ إن اللوحة اللي مكتوب عليها مخرج 8 مكتوب فيها الرقم 8 مهلوب. التغيير الصغير ده اللي كان ممكن أي حد يعديه لفت نظر الولد ورجعوا على طول. كده عدوا المستوى السادس، فاضل مستويين بس. ماتايا عارف إنه هيتحرر من المتاهة، هيرجع لعالمه، بس حاسس بحاجة غريبة جواه. وهو بيلف في المتاهة فجأة مية كتير نزلت من وراهم. ماتايا عايز يرجع بالولد، بس الولد واقع في المية. ماتايا دخل المية عشان ينقذه. أول ما دخل المية عالم ماتايا اتغير. بدأت تجيله رؤى غريبة. شاف نفسه على البحر مع صاحبته، والولد اللي معاه في المتاهة شافه كأنه ابنه. هنا كان مبسوط مع الولد واكتشف إن الأبوة مش حاجة تقيلة، دي حاجة حلوة. قبل ما يكمل تفكيره حس بألم في جسمه ورجع للواقع. ماتايا والولد لسه في المية. ماتايا بكل قوته شال الولد وحاول يخليه فوق المية. علق الولد على لوحة مخرج 8 وهو راح مع طياره المية. المشهد اتقطع، ورينا بعد شوية. الولد الصغير صحى، لقى نفسه في مكان مهدوم. لف ورا،
لسه فاكر كل حاجة وكل القواعد، ولما لف ورا شاف اللوحة مكتوب عليها 7، يعني عدوا مستوى تاني. الولد عرف إنه فاضل مستوى واحد بس ماتايا ما بقاش معاه. من ناحية تانية اتفرجنا إنه ماتايا وصل للمستوى الأخير، المستوى الثامن. اندهش، مفرحش، مش عارف ده فوز ولا فخ. شاف قدامه سلم وناس ماشية عليه، حيران يروح ورا ولا قدام. في الحيرة مشى قدام وكلم صاحبه بالتليفون. الشبكة رجعت، يعني حس إنه رجع للعالم الحقيقي. أخيراً حرر نفسه من المتاهة. لما صاحبه رد، ماتايا قال إنه مستعد يتحمل المسؤولية، حس إنه جاهز يبقى أب. ماتايا دخل المترو، لكن الغريب إنه شاف كل حاجة زي ما يكون شافها قبل كده. بعد شوية طفل عيط وراجل بدأ يزعق فيه وفي أمه. ده المشهد اللي شفناه قبل كده في دماغ ماتايا. ماتايا بص للناس، كلهم متوترين ومركزين في تليفوناتهم. قلب ماتايا اتكسر. فهم إن المرة دي كمان وقع في فخ اللعبة، ما عداش المستوى السابع بعد السادس، وكل ده كان فخ برضه. وقع في الحلقة وغلط غلطة كبيرة. شاف الحاجة الغريبة، ما رجعش للوح، كمل قدام واتحبس في الحلقة اللي كان بيحاول يخرج منها. الفيلم خلص من غير ما يعرف ماتايا طلع ولا لسه محبوس في المتاهة. لو عجبك التحليل اعمل لايك واشترك في القناة @Cinema Explained Arabic. ايه رأيك؟ ماتايا طلع فعلا ولا فضل في الحلقة؟ اكتبوا في التعليقات. نشوفكم في الفيديوهات الجاية.